للأسف محمود بيك ما فاضي هلأ. إذا بتحبي بعطيكي موعد بغير يوم. قلتي له إنه عاوزته موضوع مهم؟ قلت له فتون خانم. بس أنا بدي روح على اسطنبول وضروري كتير اليوم أحكي معه. بعتذر. لو سمحتي فتون خانم وقفي إذا بتريدي. أنا آسفة كتير إني دخلت بهالطريقة. أنا قلت لها إنك مو فاضي يا محمود بيك. ما في مشكلة، اطلعي أنت. آسفة بدي أحكي معك مشان أرض عيلة شماردي بهالفتي. تفضلي. أنا صاحبة الأرض وبدي بيعها إذا كان بدك. إيه أهلين، بس أنا بطلت أشتري هي الأرض. ليش؟ إذا مشان المصاري منتفق، مو مشكلة بنوب. لا يا خانم، المشكلة معنا بالمصاري، بس أنا بدلت رأيي. طيب شو السبب؟ عدنان بيك أمره بيهمك؟ شو له علاقة؟ ما دخل هي بهي. أنا ما بدي. إيه مفهوم. آسفة عطلتك. أصلاً بآخر كم يوم قضيتهم هون تعلمت شغلة واحدة، إنه ما حط ثقتي بأي شخص مين ما كان. ليش ما عم تردي؟ صار لي ساعة بسألك. تضايقتي من الأكل تبعهم؟ مايا بدي أبقى لحالي شوي لو سمحتي عايدة. وأنا مو طايقة أبقى دقيقة وحدة بهالبيت. امشي معي جواد. أهلا وسهلا ابن خالتي. أهلين فيكي ملك. شو وين نارين؟ جوا بيت المونة، هلأ بتجي. شو رأيك بكاسة شاي خمير؟ لا يسلموا، مو جاي عبالي. فرات، شو امتى اجيت ابني؟ مش ويفة خالتي. جوعانة حطوا لك لقمة؟ مو جوعاني، خلينا اياكي. أهلا وسهلا أخي. رح فوت هي على المطبخ وإجي. وين هديك المرة؟ خلصتوا شغلة الطابة ولا لا؟ لو حضرته ما شرف هالأفندي وحط ايده بالقصة كنا خلصنا وكنا ارتحنا منهم. كيف يعني حطيت إيدك بالقصة؟ أنا لسه ما فهمت شو صار. بدهم يضلوا هدول عنا؟ اسألي هالأفندي شو ساوى، هو يلي وصل فتون على الشهر العقاري. الله أعلم كيف لعب بعقلها لحتى بطلت تبيعني الأرض. قول الحقيقة يا عدنان. نارين، يعني الأولاد وأمهم رح يبقوا عنا هون؟ انت فوتي على المطبخ وشوفي العجين. شو رح يصير هلأ؟ أنا رح أعمل كل جهدي منشان يطلعوا من هالبيت بسرعة. أمي أنت لا تشغلي بالك. ايه ماما، وينك انتي؟ ليكني جاية، بعد شوي رح كون بالبيت.
انت ما بتعرفي هون شو عم يحكوا. ما بعتي الارض مو هيك مزبوط؟ ايه مثل ما قالوا، لسه انا ما بعت. خلينا نروح بترجاكي، مو طايقه ابقى هون ابدا. كلياتنا مو مصدقين امتى نطلع من هالمكان. ايه رح نطلع بنتي، اهدوا. يعني انت مو حاسس فيني ابدا؟ ليش عم تساعد هالمخلوقه؟ ليش؟ اسمعيني حبيبة قلبي، المخلوقة ما لها علاقة بوضعك، هي ما بتعرف شي بنوب. مفكر سهل انه تعيش وانت بتعرف الحقيقه وتسكت؟ هي على القليله كانت مفكره مراد إلها، بس انا من 17 سنه كنت عايشه مع الرجال اللي بحبه وانا بعرف انه عنده مرة تانية. اذا شفته 4 أو 5 أيام بالشهر كنت احمد ربي طول الوقت. انت مفكر انه هالوضع سهل على المرة تعيشه؟ لما امك كانت حامل فيك ابوك لقى هالمرة باسطنبول وتجوزها وكتب كتابها رسمي. بس بصراحة ابوك بيعرف ينقي، هالمرة كتير حلوة. شو في مرت أخي؟ شو بوشك؟ لا تقلي مرت أخي، محمود بيك ما اشترى بسببك، ما هيك؟ وانت حضرتك من وين بتعرفيه لمحمود بيك؟ ماما انت واختك ضبوا الشناتي. تمام. وجهزوا جواد مشان نروح من هون فورا. عدي لنحكي. لا تخدعني، بكفي. شو شايفني؟ فتون خانم، ما خدعتك، لا تتهميني باللي ما عملته. فرات ما صار له راجع من ألمانيا إلا 6 شهور، وما بيعرف بأسعار الأراضي، وما بيعرف حتى قد ايه كيلو الفستق بينباع. بقى اوعي تردي عليه. فرات بيك ما قال لي ولا شيء. أنا سألت شو الأسعار وعرفت. بالله شو، محمود بيك ما حدا حكى معه وتصرف من حاله. فكرك زبوني ومشان هيك رفض يشتري الأرض. واعي كتير وما بيطلع لك معه. مايا حضري حالك، رح نروح. يعني اجت الماما؟ ايه اكيد اجت. انتي لساتك قاعدة وعم تطلعي؟ يلا تحركي خلينا نطلع. والله بعرف، وأكثر ما بتتصوري فهمانك. لا انت مانك فهماني ابدا. هالمخلوقه ما دامت موجوده قدامي ما حدا بيعرف الشيء اللي عم عانيه. اختي أرجوكي ما تزعليني. طلع الحق كله علي انا؟ انت عم تغز الخنجر بجرح اللي عم ينزف. نارين، بالأول كنت عم بحترمك بس لأنك أخو الكبير لمراد، بس هلأ لا. ليكي فتون خانم، نحن ما لنا مضطرين نحب أو نحترم بعضنا، خلينا نشوف شغلنا أحسن. وبالنسبة لهالأرض مستحيل حدا غيري يشتريها منك بأي سعر، بقى خدي حقها والله معك. وأنا مستحيل أعطيك الأرض إلك بالذات. إذا ما بدك تبيعيها شو بدك تعملي لكان؟ تعدي أنت وأولادك عند الجامع وبتفتحوا إيديكم للعالم وبتشحدوا؟ أنا بحياتي ما شفت حدا مثلك قليل أدب وضميره معدوم. لك أنت شو عم تقولي ولك؟ عدنان، لك اتركوا بعض. شايفي أخوك شو عم يعمل؟ ليكي يا ست فتون، إذا كنتي خايفة على حالك وعلى أولادك بسرعة انقلعي أحسن ما ابتلي وقتلك. عايدة لوين نازلة؟ مانك سمعان شو عم بيصير؟ شافوا الماما لحالها صاروا يتقووا عليها. بلا ما تنزلي وتزوديها عليها، شوي ورايحين. بدون ما تستحي عم تهددني وتقلعني؟ لك أنا مرت أخوك وأم ولاده اليتامى، وبهالبيت مثل ما إلكن حق مراد إله حق أولاده إلن كمان. أنا بضل أو بروح وين ما بدي وماني مستعدة أعطي كشف حساب لحدا. لك انت شو طينتك يا مرا؟ غبية ولا ما عندك كرامة؟ خلص نارين، أنت لا تتدخلي. حاجة تسكتني بقى. هص هص هص، رح تخليني أخرس. ليكي ما حدا عنا بالبيت قبلان تبقي هون. عم تفهمي علي؟ يلا انقلعي واطلعي من حياتنا. فكرتك قريبة مني بس ظني مو محله.
لأنك فقدتي زوجك ظنيتك حاسة فيني. انتي عايشة كرمال ابنك وتوقعت تفهميني. بحياتنا أنا وياكي في شي مشترك ولهيك حسيتك قريبة. أنا وأنت بحياتنا ما رح نصير قراب. نقلعي من هون. ليش بيكرهونا؟ والله هالشي ما بيتصدق. الكل ملتئمين فينا. عن جد هالناس غريبين وما بتعرفي شو بدهم. بعرف أنا شو مشكلتهم، صدقيني. نازلة شوف الماما شو صار معها. بدي انزل أنا معك. خليك هون جواد، ماشي حبيبي؟ مراد بعدنا عنكم كل هالوقت وهلأ فهمت ليش ساوى هيك. ماما، ليش شو كل هالصراخ والعياط؟ ولا شي. هدول شو بدهم منا؟ ليش متضايقين؟ شو عملنا لهم؟ ليكي ماما، أنا المفروض خبرك بشغلة. هي نارين يلا أتاريها. احملوا الشناتي وسبقوني لتحت. خلص جواد، منين بدي اجيب لك ارنب؟ بكفي بقى، ما لقيناه. يعني شو بدك يعني اعمل لك؟ عايدة لا تصرخي عليه، ما شايفة قد ايه زعلان ومقهور؟ طيب الماما صار لها ساعة عم تستنانا تحت. أنا نازلة لعندها. تصطفلي أنتِ، خليكي هون. يمكن بوموك ما عجبته القعدة هون لهيك تركنا وراح. هلأ بس نطلع بجوز نلاقيه. يلا. انتوا اتنين زودتوها كتير، الحكي مع الناس فيه له اصول كمان. بس يا امي هي ما بتفهم الحكي. يا اخي معها حق امي، انا كتير خجلت. خجلتي يا حساسه؟ ما سمعتي الحكي اللي حكيته معي؟ اخ هالمأنزعة بدها أكل مرتبة وقص لسان. خدوا اخوكم وانزلوا يا بنات، انا هلا بلحقكم. بلال، شو هلا عم تساوي؟ اسكتي ولا تذكري اسمي على لسانك. هلا بتاخدي بناتك وابنك وبتطلعي من هلفتي وبتنقلعي. مرة تانية ما بدي اشوف وشك هون، انت عم تفهمي؟ يلا. نارين خانم، لأمتى مفكرة انك رح تقدري تخبي حقيقة وضعكم؟ لا تكوني مفكرتينا أغبياء. مثل ما بدك. ليكنا رايحين. كنت عم ضب شنطتي قبل ما تفوت. وبتسجلي الأرض باسم عمي عدنان، فهمتي ولا لا؟ وإلا بأوصيك بلا ما ترفلي عين. ماشي، بس ما تعمل هيك. اترك هالسلاح. شو؟ خفتي مو هيك؟ تحت كنتي عم تتقاوي. ما رح نرتاح إلا إذا قوصتك. كل اللي صار منك ومن ولادك.
ماما ماما فرات انت خليك هون. بلال وينه؟ لك وينه بلال؟ تسنيم اقفلي الباب بسرعه ولا تخلي حدا يدخل. نارين بس هون كمان. تعا ابني تعا يا روحي، تعا يا عمري لا تخاف، ان شاء الله خير. شو هذا اللي مساويه هلا؟ لك انت شو عملت يا بلال؟ يلا روح من هون، اطلع من الغرفة، يلا اطلع، تحرك بسرعة وروح. ماما بعدي عنا لا تلمسيها. شو عملت بالماما؟ قال لي شو عملت؟ يا الله. بلال ابني شو عملت؟ ما كان قصدي يا عمي. خلص يا سبعي اهدى، وقف استناني هون راجع لك. نارين بترجاك الحقنا. نارين قولي لي شو صار؟ فتت لقيت بلال ماسك المسدس وكان بده يقوصها لو ما انا مسكته بسرعة. فرات بسرعة، دير بالك على ابن اختك. نارين نارين اهدي، بنت خالتي اهدي وقولي لي هلا السلاح وينه؟ خبيت السلاح بالغرفة. وينه بالضبط؟ حطيته تحت مخدة الكنباية يلي بالزاوية. فوت يا روحي فوت. لا تخاف يا عيوني، الماما هلا بتجي تقبر قلبي. لك الله يا اختك شو عملت بامي؟ شو سوت لك لحتى تعمل فيها هيك؟ ايه بكفي بقى. ليش هيك عم تصرخي؟ ركضي خبري عاكف خليه يجي يلا. لا تخافي أنا منيحة، أنتي روحي شوفي عايدة مشان ما تعمل شي تصرف مجنون. وانا فكرت شي مصيبة كبيرة، طلع خدش. لك أي خدش هاد؟ انتو حاولتوا تقتلوها للماما. مايا فرات انت طالع اختك من هون يلا. اتصلوا بالإسعاف، اتصلوا بسرعة. الله حماها الجرح سطحي، لا تخافوا رح يطيب فورا. لك بعد عني. بكفي، قلبتوا البيت فوقاني تحتاني، انقلعي لعند امك يلا. لك الله ياخذكم وينتقم منكم. لا تخاف ابني عمك موجود، خلص اهدى واستناني هون، لا تخاف يا سبعي. لولا ستر الله كنت رح سقطه للولد من الرعبة. لك أمينة وين كنتي لهلا؟ كنت عم حمم عاصم مرت عمي. حبيبي جواد، أنا سخنت لك حليب، يلا قوم اشربه يا روحي. جواد شبك؟ شو يا روحي؟ شو عم يصير؟ لك شو عم يصير معك؟ ملاك اتصلي بالدكتور فورا روحي. اتصلت فيه بس قال لي إنه عنده مريض ليمشيه بيجي. يا الله. تسنيم اركضي. دخيلك يا الله احميه يا رب. عدنان شو رأيك أنت؟ بركي رح اشتكوا بالمخفر. انت ما تشغلي بالك بهالقصة، ما رح يصير شي بنوب، انزلي لعند امي لتحت، يلا بنت خالتي. أنا ما فيني شي، لا تخافوا. ماما كيف ما بدنا نخاف؟ شو في ايدك شو صاير له؟ وينه جواد هلا؟ أكيد بيكون خاف كتير، بسرعة شوفوه. أنا رح شوفه واطمن عليه. حاولي تتسندي علي مشان توقفي، يلا حاولي. يلا شوي شوي. عدي على الكنباية. عدنان الحقنا. شوفي يا مرة، الولد مدري شو صار له. شو صار له؟ عم يرجف ويختنق، مرت عمي قالت خدوه على المشفى. تضربي منك إلن. جواد خد نفس، شو صار لك يا عمري؟ طلع فيني حبيبي انت. جواد يا الله شو صار؟ قعدوا هيك لشوف، خلي الولد ياخذ نفس. ماما البخاخ تبع جواد وين حاططيه؟ جوا بالشنطاية اللي كنت حاملتها. وينه هاد ما عم لاقيه. شوفيه بالجيبة الصغيرة. أنا رح لا ماما انتي ما تقومي، عايدة بتدير بالها عليه، اطمني. ماني فهمانة ليش هيك عم تعملوا فينا؟ بالأول قوصتوا على الماما وهلا مرضتوا لأخي. بكفي بقى، كفي سنك وإلا ما بتعرفي شو بعمل فيكي.
لو كان حضرتك ما اجيتي وبعتي لي الوكاله اللي طلبتها منك ما كان صار كل هالشغلات وكان صار في بجيبتك مصاري. جواد يا روحي شو الحجة؟ اتصلتوا بالدكتور ولا لا؟ اتصلنا. يا قلبي انت حطوه بالسيارة واخذوا على الدكتور؟ إذا حركنا بجوز يتعب أكثر وما نلحقه، خلينا نشلحه ثيابه. لك شو سويتم يا أخي كمان؟ بعدي هيك ما حدا منكم يقرب عليه. يا روحي يلا خود. يلا جواد يلا خد نفس، أنا هون جنبك تمام؟ شو كنا بدنا نعمل لو صار شي بالمرة؟ يعني بعد زعلي على أبوك بدك تخليني أزعل عليك كمان؟ يعني بركي حاكموك، ما كنت تختخد كل عمرك بالحبوس؟ شو ما حكت امك قليل؟ كيف سويت هيك؟ جنيت بلال؟ لا تزودوه علي بكفي. سلامة قلبك يا حبيبي. تحسنت وما عاد فيك شي مو هيك؟ يلا خلينا نطلع لفوق. أنا بكل حياتي ما شفت ناس هيك. ما بطيق ولا واحد منكم، فهمتوا؟ خلصنا بقى. الظاهر أمك ما عرفت تربيكي يا بنت. أنت عم تحكي عن التربية؟ الأولاد يلي ربيتيهم شفنا شو عم يطلع منهم. يا عايدة هي أم أبوكي. لا هي ما أنا أم أبونا ولا شي. لو كانت بتحب أبي ولو شوي ما كانت سمحت لحدا إنه يعاملنا بهالطريقة البشعة. ويلي تقوصت بتكون كنتك. تعرف الماما والبابا شو كانوا يحبوا بعضهم لما كان عايش؟ لو إنه عم يشوف شو عم تعملوا فينا كانت روحه تعذبت منكم. لك الله يلعنكن انتو بيتكن هالنحس. الله يبعد عنا الأذى. نحن شو عملنا لهالبنت؟ ليش لا تدعي علينا؟ جواد على مهلك، اصحك توقع. رح تتحاسبوا على اللي صار فينا. خرسي احسن ما كسر عظامك. ها انت مين بتكون لحتى تكسر عظامي؟ شو عايش بغابة؟ والله يا مفعوصة اذا ما انقلعتي من خلقتي بكسر لك راسك. خلص بكفي لا تزودوها. طب الجرعة تمها بتطلع البنت لأمها، شو بدها تولد هالمجنونة غير المجانين؟ وانت يا بنت خالتي روحي عدي مع النسوان. لا تشغلي بالك، أنا رح أبعت بلال على مكان أمين. باخده لعندي، ليش لا تبعته على مكان تاني؟ يا روحي انت شو صرت أحسن؟ كان كتير خايف ومو قدران يتنفس أبداً. جرحت جرح صغير أصلاً ما عم يوجعني. شو هالحالة هي؟ أولاد ابني إجوا لعنا بعد كل هالسنين وصار في بيننا دم وسلاح. يمكن انتو كمان غلطانين بالشي اللي صار. هي كنتكن بس شوفوا يلي عم بيصير معها واللي عم بيصير بولادها. خلص تسنيم، عم كذب شي؟
والله المسكينة ما لها خبر بشي بنوب. شو بيعرفها إنه مراد كان كاتب كتابه على نارين؟ يمكن ما كانت تجوزته لو بتعرف. هس ولك تسنيم هس. مرت عمي أنا رايحة أشوف عاصم. لازم تاخدي مضاد التهاب مشان ما يصير انتانات بالجرح. طبعا ولازم كل يومين تغيري عليه. ريحي ايدك لفترة ولا تضغطي عليها. الحمد لله على سلامتك مرة تانية. يسلموا ايديك عاكف، تفضل. شفت انه ما فيني شي يا روحي؟ ما عندي ثقة بهالرجال أبداً. تعامل مع جرحك وكأنك مخدوشة خدش. أكيد هو واحد من رجال عدنان. إيدك المفروض يشوفها دكتور حقيقي مو هاد. يا بنات اهدوا شوي، خلوني القط نفس بس. ماما نحن شو عم نستنى؟ ما رح نسكت على اللي صار، ما هيك؟ شو بدك تساوي عايدة؟ ألو، إذا بتريد أنا بدي أخبر عن هاتي. شو بك شو عم تساوي؟ أنت واحد همجي على فكرة. سيدكم كانت مصيبة على راسنا. أصلاً المصايب كلها أنت سببها. من هون ولاد. اوعك تمد ايدك على حدا من ولادي. بس وعدوا من تم ساكت. يا مجنون اترك الشنتاي. أنتم مفكرين إنه رح نسكت على الشي اللي عملتوه بماما؟ اسمعيني، انت خرسي احسن لك، والا انا بخرسك بطريقتي. اذا بتغلطوا غلطه واحده بقتلكم وما برف لي الجفن. نارين الليلة فيك تنامي مرتاحة، الباب مسكر وما بيقدروا يروحوا لمكان. طيب وبعدين شو حيصير؟ إذا طلعوا الصبح بركي راحوا على الشرطة. المهم ما يطلعوا لبرا الليلة، الصبح يروحوا على جهنم الحمراء، ما فارقة معي. يا عدنان، إذا الصبح راحوا على الشرطة واشتكوا بينخرب بيت ابني. ما حدا رح يمس شعره منه، شو راح تفرجي الشرطة؟ كله جرح صغير بإيدها. عدنان، الشرطة بتعرف بالقانون، يعني إذا كان سلاح بإيد بلال وضغط على زناد هذا ما له عقاب؟ مين قال إنه بلال كان حامل السلاح؟ إذا إجا حدا سألنا منقول إنه بلال اليوم ما إجا على البيت أبداً. كيف يعني؟ بس بتقولوا ما إجا وخلاص، وأخذ مني إذن من شان ينام برا البيت. بعدين السلاح ما عليه بصمات وهو عندي بالخزنة، وبعد ما يطلعوا المنزعين من هون بتنظفوا المكان كتير منيح، ماشي؟ والجرح اللي بإيدها ملك شغلة مخك منيح، بجوز وقعت وانجرحت، نحن شو قلنا علاقة؟ طيب وبركي جابوا عاكف ليشهد. ما رح يستفيدوا شيء. أبي درس عاكف على حسابه وما رح يفكر إنه يخوننا. عدنان، هالسلاح لازم يرجع من محل ما إجا، لأنه ما حيجي من وراء الخير. شفت شو المصايب اللي جابها على راسنا؟ خلصنا. لا تقلي خلصنا، شوف يا أنا يا هالمسدس، مفهوم هالحكي؟ طيب ماشي أمي، مثل ما بدك. يلا وانتوا قوموا ناموا كمان. انت مفكر الرجولية بانك تحمل سلاح بايدك وتضغط على زناد؟ شو رأيك بالشيء اللي سويته؟ بصراحة خبرني، شو ممكن تقول عليه؟ إذا منتظر إني أندم فلا تعذب حالك. من وقت ما أجوا هالمنزعين ما عرفنا نرتاح بنوب. اي والله فهمت، حافظت هالجملة ومليت منها. هالمرة ما عندها خبر فيكن حتى يا ابني، بقيت مع أولادها وما معها ولا قرش واحد. كل همك بيع الشغلة الوحيدة يلي بقيانة إلها مشان تقدر تعيش أولادها، صعب تستوعب هالشي؟ ايه طبعاً، لأنك عم تاخد أفكارك من عمك عدنان. بدل ما تكون محترم مثل أبوك، بدك تصير مثل عمك آغا جاهل وما بقلبك رحمة؟ بدل ما صير مثل أبي خجلان من مرته وابنه بصير كلب عند عمي أحسن لي. بلال، هالأسلوب هذا غلط. إذا ضليت تركض ورا عمك ماني شايف مستقبلك إلا بالسجن. قصدك مثلك أنت؟ أنت كمان مشيت ورا عمي. عود لنحكي. عود قلت لك.
اسمعني. ايه بنت خالتي؟ البنت بتعرف الحقيقة كأنه. لا، شو قصدك؟ لما كنت طالعة على الطابق الثاني البنت نادت لي وحكتني وقالت لي بالحرف انتوا لأيمتى رح تخبوا حقيقة وضعكم؟ أي بنت منهم؟ هديك الفاجرة؟ لا مو هي الثانية. أيوة، من وين رح تعرف؟ يمكن ما قصدها هالموضوع. طيب ليش تقول ما حتقدروا تخبوا عنا؟ قالت لي انتوا فاكريننا أغبياء يعني؟ بتكون يمكن حكت هيك من شان موضوع الأرض، مو أما حكت مع محمود؟ هي ما يكون لك فكرة. إن شاء الله تكون القصة بهالشكل. أنا كتير خايفة إنهم يعرفوا الحقيقة بشي يوم من الأيام. اهدي بنت خالتي ولا تخافي أبداً، ما حدا رح يعرف شي، لأنه هذا السر ما حدا بيعرفه إلا أنا وإنتي وأمي، ولحتى نصير تحت التراب ما حدا رح يدرى. بقى ارتاحي ولا تفكري بشي. خلاص بنت خالتي. بقيت سنين بالسجن. صدقني كل يوم كان يمرق علي سنة، لأنه ما قدرت تساوي شي لبنتي وما قدرت تكون معها. انت بتعرف قديش هالجرح بيوجع؟ فهمان عليك، بس ما في حدا ما بيغلط، وانت اخذت جزائك. مزبوط، اخذت جزائي. مفكر الموضوع بيخلص؟ لا، الوجع لساته هون جوا متغلغل فيني. بالليل بيجي بأحلامي وبيوجعني، وبنهار بشوفه قدامي. بلال، هي لحظة غضب ممكن تبقى طول عمرك ندمان عليها وانت مو مجبور تعيش هالشي. خالي، أنا لو بدي أقتلها كنت قوصت هالمرة بنص راسها. كنت بدي إياها بس تنقلع من البيت. شو أنت عنصر مافيا؟ تسحب سلاح على أي حدا؟ تعرف هالشي اسمه زعرنة؟ لهيك قلت لك لا تخلي عمك يكون قدوتك. روحوا، هالمكان إلنا نحن. هذا مو أبوك يا أبي، أنا. ما في شي روق، ارجع نام.
أنت يا رب تبعد الشر عن ابني وتخليه يا رب يا رب. آمين. لا تخافي، هي أنا. شو بدك شوفي؟ حابة أحكي أنا وياكي شوي. ما في شي نحكيه سوا أنا وياكي. رح آخذ من وقتك كم دقيقة لو سمحتي. لو سمحتي لي اتواصل معك مشان ابني. إيه، ولادي كمان شافوا أمهم عم تتقوص قدامهم. بلال مو واعي لسه وما قصد يلي عمله. ولادك الله يهنيكي فيهم ويخلي لك ياهن، ما غلطوا بأي كلمة مع حدا منا. وكمان ابني بحياته ما أذى نملة. سمع كلامنا تحت ونحن متوترين وفهم القصة غلط. يعني شو المطلوب مني؟ لو تقبلي تسامحيه. ما عندي بالدنيا كلها أغلى من بلال، هو اللي مخليني عايشة بالدنيا. لا تشتكي عليه وتنهي مستقبله بكلمة منك. هذا طلبي كأم، أرجوكي ما ترديني.